يا ابني حرام عليك، يعني أنا دلوقتي لمّا يبقى يعني 50 واحد متابعين بتوعنا، ال50 بتوعنا دول يعني كل شوية يتصلوا يسألوا أنتم فين وبتاع والكلام ده، أقول لهم أيتها الجحافل العريضة إحنا أكيد أنا باهدي وصلنا الحلقة دي 50 متابع يا جماعة، 50 متابع. أنا باهدي الحلقة دي للسيد راعي الرياضة في مصر. ده إزيك يا هو كابتن إحنا بعيد ليه؟ ما أنت الامتحانات. ماشي. إزيك يا كابتن وائل؟ ازيك يا كابتن ميدو عامل إيه؟ إيه الأخبار؟ الحمد لله والله. أخبارك إيه أنت كزملكاوي يعني وخاصةً إن أنت كنت على امتحانات ودنيا وبتاع؟ والله الزمالك ما كانش يستحق إن هو يكسب بصراحة، بعيد عن أي حاجة حصلت في الماتش أو كده، فالزمالك ما يستحقش فعلًا إن هو يكسب. والله يعني إشادة حلوة منّك أنت كزملكاوي وكلمة حق فعلًا. الأهلي على فكرة في الماتش ده كان هايل جدًا، ويمكن أنا قُلت إن كل مدير فني بيدخل استفتاح كده للنادي الأهلي لازم ياخد له بطولة. فيسترُب طبعًا مدير فني محظوظ، دخل بس أنا شايف الراجل دوّة لأ، فيه أفكار وفيه بصمات أنا شايف إن هو وفيه مدرب كويس برضه بصراحة. كويس. لأ، فيه أنا باشوف دلوقتي بعيدًا بقى عن إن خط ظهر الأهلي مش أفضل حاجة، بس أنا شُفتهم في ماتش الزمالك لأ، كانوا رائعين بصراحة. يعني حتى كانوا بيعملوا zoom defense هايل على الزمالك بال2 وال3 يعني. هو أنا مختلف معاك في الحتة دي، لأن أنا شايف إن الزمالك لو كان عنده يعني خطورة أكتر هجومية أو اللعيبة بتاعته بتروح على الجون أكتر كانوا هيعملوا حاجة، لأن ما سيراميكا أصلًا اللي هي يعتبر خط هجومها اللي هو لو المفروض كأسماء يعني يبقى أقل من الزمالك، قدروا بهجمة واحدة بس أو بباصة واحدة من أحمد اللي هو انفرد عمل باص لمروان بالشناوي. أوتاكا راح الشناوي جون، إن أنا ياسين مرعي وياسر إبراهيم الاتنين مش فاهمين بعض خالص. بس أنا أقول لك حاجة، المعطيات بتاعة النادي الزمالك والقدرات بتاعتهم بعيدًا بقى عن أي حاجة، أنا شُفت في الماتش دوّة إن كان في هو ممكن يعني هو ماتش سيراميكا مختلف عن ماتش الزمالك، وماتش الزمالك أنت عارف ده بالنسبة للاعيبة الأهلي هو دوّة عنق الزجاجة لكل لاعب جوّه النادي الأهلي، هو كده، وبرضه كده الماتش ده بالنسبة بيبقى للزمالك، مختلف، لإن ده ما لوش اللعيبة دي أي أو دي. معايير، يعني ما فعلًا. تربطليش ماتش الأهلي بماتش سيراميكا، الموضوع مختلف تمامًا. يعني أنت اللي بتقول في ماتش سيراميكا ما كانش في تفاهم بين ياسين وياسر وخط الدفاع، إنما في ماتش الزمالك لأ، أنا كنت شايف في تفاهم وكان في ضغط على مهاجمي نادي الزمالك، يعني كوكا كان لاغي شيكو بنزا، يعني شيكو بنزا هو أنا هو كده، مش كده شيكو بنزا أنا أصلًا مش هو فاهمه، هو يعني بياخد الكورة ويطلع يجري وما بيعملش حاجة تانية غير إن هو بيطلع يجري بالكورة، أنا مش بس فاهمه. هو يعني في الحقيقة لو هو كان تصرُّفه بالكورة أحسن من كده شوية، لأ هو سرق كوكا في واحدة وعدّى من وراه، واحدة، والناحية التانية أخد هاني نفس الكلام هو وديانج، أنا باقول لك خد كوكا في واحدة، تمام؟ فسوء تصرُّف منه إن هو ياخد الكورة بعد ما بيوصل لمنطقة الجزاء ما بيعرفش هو يعمل ما إيه، بيفنّش، بس هي تمام؟ الفكرة. الزمالك يعني لأ، يعني علامات استفهام كبير جدًا على شيكو بنزا دوّة، هو يعني إيه واخد من روح شيكابالا، انطلاقات، هو سريع جدًا، إنما الfinish عنده لأ، مش هو أفضل تحسّه حاجة. لعيب استعراضي أكتر، هو مش لعيب بالضبط، كورة. هو بتاع رقصة وبتاع واحتفال أيوه وكلام من دوّة، وياخد الكورة يعني الكورة دي اللي عدّى بيها من كوكا والّا من هاني، لو كان قطم بقى الكورة دي وقطم بيها لورا، الكورة دي كانت جول، وكان لأ في الكورة إنما التانية اللي عدّى بيها من هاني دي ودخل بيها منطقة الجزاء ما وفضل دي حطها في بتاعة الشبكة من هاني، برّه، دي لو كان عبد الله السعيد قرّب له واحدة والتانية كان باصاها كورة جول. جون خلاص أنت فاهم؟ بس كوكا لأ، كوكا كان هايل، ياسين مرعي كان هايل، ياسر إبراهيم كان هايل، محمد هاني كان هايل. لأ، في ماتش الزمالك لعيبة الأهلي بالكامل، مش عايز أخُص حد، إنما بالكامل، بس عايز أخُص حدّين بصراحة، زيزو وبن شرقي. زيزو بانطلاقاته الواد ما همتش زيزو في الماتش من أوله ده لآخره. أقل حاجة يعملها بصراحة. يُحسب له آه. الثبات الانفعالي اللي عند لاعب زي زيزو لأ، شابوه بأمانة. أي حد هيتهاجم الهجوم اللي تهاجمه من ده مش هجوم، جماهير دي قلة نادي أدب. الزمالك وهي و بصراحة يعني وعلى فكرة مش جديد، هو من أيام لمّا كان شيكابالا عشان مش بنعمل بمعايير مختلفة يعني، من ساعة أمّا شيكابالا كان بيتشتم من جماهير الأهلي،
وده كان بيحصل، مع إن شيكابالا عمره ما لعب في الأهلي وكان بيتشتم، كنا بنقول برضه إن هو غلط. فالفكرة إن الغلط غلط هو والصح صح. هو المعايير ما بتتجزأش، هو الغلط غلط والصح صح، دي وخاصةً كمان إن إحنا مش في أرضنا في مصر، إحنا خلّي بالك بنظهر جانب سيء جدًا للاعب المصري والجماهير المصرية في أراضي الإمارات، أيوه طبعًا. ومش أول مرّة، يعني المرّة اللي فاتت شُفنا حاجات ما كانش المفروض إن هي تحصل، برضه من نادي بعدين إحنا الزمالك. دلوقتي أصلًا أنت بتتكلم في عصر احتراف، يعني أنا عايز أقول لك لو الزمالك معاه فلوس ممكن يجيب فرقة الأهلي كلها يلعبها في الزمالك. بس الفكرة إن أنت دلوقتي مش قادر إن أنت تحافظ على اللعيبة اللي عندك ولا تجيب لعيبة جداد بسبب المشاكل اللي أيًا كانت سبب المشاكل. المشاكل اللي موجودة في نادي الزمالك مش صعب حلّها غير باستثمار، لازم مستثمر يدخل يشيل نادي الزمالك كده يشيله ويدخل، آه طبعًا. أنت فاهمني؟ وساعتها هتقدر، ما هو بيراميدز أول لمّا دخل الدوري المصري أخد لعيبة الأهلي والزمالك ما كلّهم هي في فرقة واحدة. هي الدنيا دي هتمشي كده مع نادي الزمالك، غير كده ما حدش هينتشر الزمالك، إنما جماهير الزمالك واللي عملته مع زيزو لا، لا، ما ينفعش. أنا معاك، أنا بالنسبة لي أنا كزملكاوي زيزو كدّاب، وطلع قال أنا مش عارف إيه ومش هامضي، واللي معاه عنده ورق واللي مش عنده طب مش أنا أقول عارف لك إيه. حاجة، بس هو كان ممكن بدل كل ده كان ممكن يسكت أو ما يطلعش مثلًا مع إسعاد يونس، هو ده شحن الدنيا أكتر شوية. ما كانش يطلع مع إسعاد يونس يقول أصل أنا مش شبه حد، ولا كان يقول أنا ما مضيتش واللي عنده ورق. أنت رُحت الأهلي، اسكت خلاص لغاية لمّا تروح الأهلي باقول لك والدنيا إيه، تمشي باقول لك وتسكت. إيه، هي ما كانتش الدنيا هتسكت بأي حال من الأحوال، بس لك أن تتخيل إن بيتقال على زيزو الجعان أهو واللي مش عارف إيه أهو وبتاع والكلام من ده، هو بيدوّر على فلوسه، كل الجماهير اللي موجودة في الإمارات دي زملكاوية وأهلاوية ودنيا وبتاع والكلام، مش كلّهم ما كانوش مسافرين من هنا لمصر، ده كلّهم شغالين هناك في إمم. الإمارات والّا غلط؟ معظمهم آه. اللي شغال في الكويت واللي شغال في الإمارات واللي شغال في السعودية واللي شغال في هنا، تمام؟ كل دول لو لقوا جنيه زيادة ما أنت رايح بتشقى عشان خاطر إن أنت تجيب أيوه الفلوس، طبعًا. يعني أنت سايب أنا بلدك مش بالوم عشان زيزو في خاطر حاجة. أنت تتغرب. فكرة أنت لو كنت قدرت تعرض عليه حتى 80.000.000 و والأهلي شوف ادّاله كام بقى، أنت كنت هتاخده. هو ما كانش عنده مشكلة إن هو يجدد للزمالك. أنت ولا عرفت تحافظ على إمام عاشور اللي حتى طلع نَفْسه في قناة الأهلي قال لك أنا نزلت على الزمالك، وبعد كده طلع مع شوبير نَفْسه اللي بيطلع يغيظ في الزملكاويه كلّهم، قال له أنا نزلت على الزمالك الأول ولمّا الزمالك قال لي لأ، كان قدّامه بيراميدز والأهلي. ما حبّش بيراميدز عشان هو عايز يلعب في نادي وزيزو ساب جماهيري. نفسه لغاية آخر وقت يا جماعة جددوا يا جماعة ما فيش يا جماعة كنت أنا بالنسبة لي خُد زيزو فيلا ده خُد كان مش عارف إيه ده، زيزو كان يتباع. هو كان يتباع يروح العين والّا أي أنت فرقة، هو لو كان الزمالك استفاد منه ماديًا كان هيرجع تاني على كان الزمالك. خلّه يرجع تاني على الزمالك، بس الزمالك الإدارة، حتى الإدارة اللي موجودة إنما وحشة. إدارة الزمالك دارت الموضوع بشكل خاطئ. شوف الموضوع عدّى عليه قد إيه، أنت فاهمني؟ جايين كل جماهير الزمالك اللي راحت مش رايحة عشان خاطر الماتش خلّي بالك، وجماهير الأهلي يعني خلّصوا أماكنهم في الاستاد وراحوا قعدوا الباقي في وسط جماهير الزمالك، إمم. جماهير الزمالك اللي راحت ما راحتش عشان خاطر الماتش رايحين عشان خاطر زيزو. مش هنجمّع برضه ونقول أنا مش أنا عايز أقول الكل، معظم يعني لمّا كان زيزو بيلعب ما كان الجماهير بس ما بتروح برضه. هو ما هو الوِحِش غطّى على الحلو، يعني أنت لمّا تلاقي هجوم جماهيري كلّه على لاعب واحد بألفاظ سيئة لأ كده الأهل وإهانة لأهله والعرض والكلام ده ما يخشش في الكورة. بس لمراته، أنا باتكلّم في فكرة إن برضه يعني جماهير الأهلي ما تتكلّمش إن ده غلط، لإن هم كانوا بيعملوا الغلط ده في يوم من الأيام. أنا معاك، ما أنا بس باقول اللي لك هو إيه، ده اللي بيحصل ده ما ينفعش. أيوه كأهلي أو يا كزمالك باشا، عيب، الكورة ما أنا توصلش لكده. أنا أنا دلوقتي هو أنا لو جمهور الأهلي كان عاب في لاعب والّا الكلام ده كنت هاقول لك الله ينوّر، كويس إن هم عملوا كده، ده يا راجل بس أنا أقول لك حاجة، هو يعني برضه أنا باعيب على جماهير الزمالك ولاعيبة الزمالك اللي هي بطّلت كورة واللي كانوا بيطلعوا في استوديوهات تحليلية، كانوا برضه بيبصوا للماتش بمنظور زملكاوي بحت، لدرجة الهجوم على هدف بن شرقي هدف صحيح مليون المِيّة. هو أنا بالنسبة لي لو هاتكلم على وجهة نظري، أنا شُفتها هو ماسكها بإيده، سَنَد الكورة الأول بإيده من زاوية واحدة بس في الكاميرا، هي دي اللي جايبة إن هو لمسها بإيده. أنا بس باشوف أنا مش باتكلم بقى. 5، 6 أنا زوايا. عايز أقول لك على حاجة، أنت دلوقتي الحكم ده عليه قضية مراهنات، إن هو كان موقّف الدوري التركي قبل كده. أنت ليه تحُط نَفْسك في شُبهات زي كده إن أنت تجيب مين بقى اللي إن أنت بيحط؟ تجيب مدرب زي حكم زي ده، تلعّبه ماتش أهلي وزمالك اللي أنت عارف إن هو كده مشحون لوحده، وإن بعد الماتش مش عارف إيه. أنت حتى يعني بعد ماتش بعد الجون بتاع الزمالك راح على الVAR على طول.
طب ليه يعني نفس الجون بتاع الأهلي الVAR ما استدعاهوش ييجي يشوف الكورة مرّة و2 و3 يتأكد حتى لو ما فيهاش حاجة أو فيها حاجة ويبقى يكمّل الماتش عادي، إنما لأ، أنت حتى شُفت بعد ما جون الزمالك على طول، لأ الكورة دي مش لأ، جون ما هو جون الزمالك هو كان باين، يعني والكورة في التانية كورة. كان فيها شَك، فدي كان فيها شَك ودي كان فيها شَك، الVAR يرجّعه للاتنين والحكم ياخد قرار. بُص، في كل ماتش أهلي وزمالك هتلاقي لغط كبير جدًا ومش هتعرف توصل لحاجة، وأنت بتتكلم من منظورك كزملكاوي وأنا باتكلم من منظوري كأهلاوي، والدنيا بصراحة بتروح لمشادات، ده لدرجة إن الناس على السوشيال ميديا تطاول ما بين أهلاوي وزملكاوي. لا، لا، الموضوع على فكرة بقى دمّه تقيل الموضوع جدًا بقى بعيد عن سخيف، الكورة بقى سخيف. وخلاص هي طلعنا ما بقتش منافسة يا عم خالص. إحنا أنت أهو زملكاوي وأنا أهو أهلاوي، تمام؟ إحنا يعني بيبقى في مكايدات بدم خفيف، أنت هزار فاهمني؟ وضحك ومش عارف إيه، هزار الموضوع وضحك، ما إنما يوصلش للدرجة توصل دي. إن هي تطاول وقلة أدب، لأ، الموضوع لأ، لأ. وبعدين هو كُلّه المفروض لمصلحة المنتخب المصري، المنتخب المصري هو قدّم إيه عشان خاطر إن أنت تقول أهلي والّا زمالك خلّي بالك أهلي وزمالك من غير تدعيم ل وبيراميدز من غير تدعيم لأجانب، إحنا ولا حاجة. ما بدليل إن أنت كمنتخب بتدخل المنتخب، أنت ما بتعرفش تعمل حاجة. أول ماتش فرقة مش عايز أقول لك ماتش جامد، لأن أوزبكستان دي ما مش أنا أول مرّة أعرف إن هُم بيلعبوا كورة أصلًا، مش مصنفين يا باشا. ما أعرفش إن هُم بيلعبوا كورة والله إنه منتخب أوزبكستان ده بيلعب كورة. فرقة على الأقل لعبت عليك كورتين 3 جابوا فيك وخلّوا منظرك عامل إزاي. أنت مش فاهم؟ بنتكلم على حسام حسن ولا بنتكلم على أي أدي حد. بقى ده اللاعب المصري، ده اللاعب المصري، الquality بتاعه والأهداف بتاعته والطموح بتاعه، لأ ما ينفعش تقارن المنتخب المصري بالمنتخب المغربي مثلًا، أنت فاهمني؟ ده المغرب في حتة تانية، أنت فرق بتقارن نفسك بإيه طبعًا. شاسع، حتى أنت الفريق بتاع أحمد الكاس إحنا كنا متوسمين خير، بس في الأول وفي الآخر أنت كلاعب مصري، أنت إمكانياتك وقدراتك مش هتوصل لأبعد من كده. إمكانياتك تجيب على فكرة، بس ما تجيب، اختياراتك بقى، أنت بس اختياراتك عاملة مع إزاي؟ مين بقى؟ مين اللي يشوف ومين اللي أنت شُفت البطولة اللي هي بتاعة بتاعة kings league آه، عايز أقول لك لعيبة الكورة كلّهم في مصر اختيارات كلها من الشارع. لعيبة الكورة كلّها في مصر قاعدين على القهاوي، مش اتفضل، بيلعبوا في الملاعب. اتفضل يا دول باشا. أكتر ناس بيلعبوا كورة في البلد كلّها قاعدين على القهاوي. أنا باقول الدرجة التالتة والدرجة الرابعة واللي بيلعبوا في الشارع، دول لازم يبقى ليهم يعني نظرة، إنما أنت بتعتمد ده ابن فلان وده خلّي بالك ده وريث فلان ودوّة واسطته فلان، إنما لا، لا، أنا كان نِفْسي كيروش كان كويس، مش هاقول لك كمدرب، هو عين، طبعًا كان عين. مدرب أنت إن هو ياخدك في إنجاز إن هو يوصّلك بعد كام سَنة أنت غايب عن كاس أفريقيا بالنهائيات مش عارف إيه، توصل لنهائي كاس أفريقيا، فدي حاجة كويسة ليه كمدرب، بس هو كان أسلوبه دفاعي وإحنا ما بنحبش نتفرّج على المدربين اللي زي كده. بس برز لك يعني بقى عندك كام لاعب أنت النهارده ما بتستغناش عنهم، طبعًا. وكانوا مش متشافين، ده بقى مش ليه متشافين. ما يمسكش مثلًا مُشرف على الكورة في مصر، يجيب لك اللعيبة تحت 17 سَنة كذا، 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 دي الأسماء اللي في منتخب مصر، هتلاقي أهلي وزمالك بيدوّروا إن هم أي لعيب في منتخب مصر يجيبوه يلعب عندهم، يا حبيبي هتتنقل تلقائيًا إحنا لمنافسة. أساسًا كأهلي وزمالك ما فيش تصعيد للناشئين. النادي الأهلي أنا راجل أهلاوي أهو، ما بيعتمدش غير على الخامة الجاهزة، زي القماشة الجاهزة، أنا لسه هافصّل، هات يا عم ده بيلعب حلو في الزمالك هاته لي. الناشئ بيبقى أنت ف عندك الناشئ في الأهلي دلوقتي محمد هاني اللي داخل على حاجة و30 سَنة، يفضل ما يجرّبوه فيش وما تصعيد بيلعبش للناشئين. وبيلعب عشان أنت ما قدّامكش اختيار غيره، مش بيلعب عشان يمكن هو كويس. يستر بدوّة، أنا شايف كده بُشرة خير إن هو يعني هيدفع بمحمد عبد الله وفي تجهيز للعيبة طبعًا مع الكابتن أحمد الكاس وغيره، إنما ال ال أنا باتكلم لو كل نادي في مصر أهِّل الناشئين بتوعه وصعّدهم للفرق الأولى بدل ما الاعتماد بالمليارات والدولارات والفلوس اللي بتدّفع الخيالية، أنت عندك أشبالك وناشئينك ممكن تعتمد عليهم وتدّيهم الفرصة، هيعملوا حاجة وهيخدموا المنتخب. أنا مش عايز أصدمك بس يعني أنت حتى اللي بتتكلم عليهم محمد عبد الله ومش عارف مين، دول بيلعبوا تحت المنتخب اللي هو تحت 20 صح؟ عايز أقول لك دول برّه مش ناشئين.
يعني دول برّه ما آه، يعتبروش إن هو دول أنت عواجيز. عندك يعني أنت المنتخب أنت اللي شُفت تحت اللي باقوله 17 لك، شوف أنت واحد بيعتمد على 17 سنة و18 سنة، على رأيك والله. يعني أنت حتى في حتّة وحشة، يعني أنت حتى اللعيبة اللي أنت بتقول يعتمد عليهم وفاكرهم إن هم ناشئين، دول برّه بيلعبوا أساسيين في منتخباتهم وفي الفرق بتاعتهم، على رأيك. فإحنا فعلًا في حتّة وحشة. إيه رأيك بقى في اللي حصل مع الكابتن أحمد الكاس والله إحنا كانت والمنتخب؟ كلّنا طبعًا حاطين أمل كبير جدًا، خاصةً بعد العرض الخيالي في المباراة الأولى، والتعادل في المباراة التانية، الخسارة في التالتة. الموضوع ما هو ده اللي أنا باقوله لك، الطموح والإمكانيات عندنا لأ، في النازل. تكسب ماتش الأولاني بscore حلو، التاني تتعادل، التالت تخسر، الرابع تطلع، يعني أنت فاهم؟ أنت الكيرف بتاعك بيعمل كده مرّة واحدة، إمم. ما فيش حاجة تفاجئك تعمل كيرف كده يصعد مرّة واحدة وتلاقي نفسك بتنافس، لا، لأ، بس هي بأمانة لأ، هي زي ما بنقول الوساطة والعين الكشافين اللي بيقدروا إن هم يقولوا إن هو دوّة ينفع يمثّل منتخب مصر. أنت أنت عندك خلل، عندك خلل. تفتكر إيه اللي محتاج يتضبّط الأول؟ يعني مثلًا الأهلي والزمالك والأندية تبدأ تدعّم قطاعاتها الأول، المنظومة. والّا المنتخب يبدأ هو اللي يحُط عينه على لعيبة من أنحاء الجمهورية، فبالتالي الأندية الكبيرة تتعدم؟ منظومة كرة القدم في مصر تتشال نهائيًا وتترتّب من أول وجديد. بيتهيأ لي ما فيش أي حد مبسوط وهو بيتفرّج على أي كورة في مصر خلاص دلوقتي. ولا هتتبسط، ولا هتتبسط، فالمنظومة كلّها باختياراتها سواء بقى لمديرين فنيين والمديرين الفنيين اختياراتهم للاعبين، لأ الدنيا كلّها أنا باقول لك عايزة تت تتطوّر تطوّر من أول وجديد، شيل القديم ده كلّه وابدأ ابني، تمام، زي هو يعني أنت مش ملاحظ إن كل ما نتكلّم نقول إيه، زي ما المغرب عملت، زي ما المغرب عملت، زي ما طَب المغرب. أنا هاقول لك على حاجة بلاش المغرب، أنت كاس الفرقة بتاعة اليد بتاعة مصر، أنت أنت عملت. ده اللي هو كابتن حسن مصطفى أخد من الأول الفرق اللي تحت لغاية مش عارف إيه، أبُص أنت بقى، دلوقتي شُفت بنى إزاي؟ منتخب مصر دلوقتي ما بيقبلش بأقل من المراكز ال5، 6 عنده الأولانيين، إنجاز إن هو أنا في مربع ذهبي ما باتنازلش عنه، وخدت كاس عالم. بيتضايقوا لمّا ي ياخدوا أقل من رابع أو خامس وعينيهم دايمًا على البطولة، فأنت يعني أنت بتبني الماتش النهائي أنت طالع بفرق بونت، أيوه طبعًا، هو البونت دوّة اللي دخّلك في يعني إيه، وقت إضافي، وكان زمانك أنت اللي واخد كاس العالم، أنت فاهم؟ فأنت وصلت حتى إن أنت بقيت تاني عالم ده ده المنتخب إنجاز، ده الصغير، إعجاز. ومن كام سنة أخدوا كاس العالم أصلًا، في منتخب صغير أخد كاس العالم، يعني أصبح إن النواة البذرة كويس، تقدر تبني عليها، أنت فاهم؟ فلو مشينا بنفس الخطى بتاعة منتخب اليد، لأ الدنيا هتفرق معانا كتير. مش عارف، أنا بأمانة يعني كل ما الواحد بيتكلم في الكورة عامةً بيتخانقوا. خ لنا الله. ماشي يا كابتن، خلّينا سلام. نشوف